على فكرة مش شرط يبقى صوتك عالي عشان يبقى صح. في حاجات في الحياة مش لازم تعملها عشان تبقى صح. زي ما في ناس فاكرة إن لما صوتهم يعلى في النقاش يبقى هم على حق، أو إنه في كل مرة يغني ويعلي صوته معنى كده إن صوته حلو. لا، الصوت العالي مش دايما هو الصح. لو حد رفع صوته عشان يقنعك برأيه ما تفتكرش إن ده معناه إن رأيه صح 100%. أحيانا بيبقى الشخص ده مش قادر يقنعك بحجته فبيستخدم الصوت العالي عشان يخليك توافق. لكن الحقيقة مش في الصوت العالي، الحقيقة في الفكرة نفسها. الحق مش في رفع الصوت. طبيعي إنك تتكلم بهدوء وبعقلانية عشان يسمعوك أكتر من اللي صوته عالي. مش كل واحد بيدافع عن نفسه بالصوت العالي هو اللي عنده حق. أوقات الهادي وبيتكلم بتمعن أكتر عنده أفكار منطقية أكتر. الصوت العالي مش لازم يجيب نتيجة. صحيح إن الصوت العالي بيشد الانتباه، لكن هل هو فعلا بيقنع الناس؟ يمكن في ناس كتيرة مش حابين يجادلوا لما ترفع صوتك، لكن ممكن تلاقيهم اقتنعوا أكتر لما تتكلم بهدوء وتشرح لهم وجهة نظرك. ساعات الناس بتتأثر بالكلمات أكتر من الزعيق. النقاش مش تحدي، ده تفاهم. اختلاف الآراء طبيعي، لكن مش لازم كل نقاش يتحول لمعركة صوتية. ممكن ببساطة شديدة إنك توضح رأيك بهدوء وتسمع لرأي غيرك. يعني مش كل مرة تدخل في حرب صوتية. خلي النقاش يبقى أهدى شوية، مش مباراة في رفع الصوت. لو حسيت إنك مش قادر توصل فكرتك مش ضروري تعلي صوتك عشان تثبت إنك صح. الحق مش في الصوت العالي، الحق في الفكرة نفسها وقدرتك على إقناع الناس بيها. خليك هادي، خليك متزن، وخلي أفكارك هي اللي تعلي من صوتك.